إلى طريق سكيتوي، أعلن الناخب الوطني المنتخب المغربي الرضيف طريق سكيتوي عن قرب الكشف رسميا عن قائمة اللاعبين المشاركين في بطولة كأس العرب التي ستقام في قطر خلال الفترة من 1 18 جانفي 2025. ومن المقرر وفق البلاغ من الجامعة الملكية أن يعقد طريق سكيتوي غدا الجمعة ابتداء من الساعة 13 عصرا ندوة صحفية بمركب محمد السادس كرة القدم، يعلن خلال اللائحة الرسمية للاعبين المدعوين لخوض المنافسات. ويتوقع أن تشهد تشكيلة سكيتوي استقرارا كبيرا، حيث سيعتمد بنسبة كبيرة على الأسماء التي خاضت البطولة الإفريقية للاعبين المحليين، مع تعزيز الفريق ببعض المحترفين الذين يلعبون في الخليج العربي وشاركوا في التجمعات الإعدادية الأخيرة. ويخوض المنتخب المغرب الرضيف منافسات المجموعة الثانية إلى جانب السعودية والفائز من مباراة عمان ضد الصومال والفائز من مواجهة اليمن أمام جزر القمر. صحف عالمية تتغنى بحكيمي بعد تتويجه بالكرة الذهبية الإفريقية. تفاعلت مجموعة من الصحف والمواقع الإخبارية العالمية مع التتويج الدولي المغربي أشرف حكيمي بالكرة الذهبية الإفريقية التي تقدم من طرف الاتحاد الإفريقي كرة القدم سنويا لأفضل لاعب في السنة. وأكدت شبكة بي بي سي أن فوز حكيمي يعكس موسم استثنائيا مع باريس سان جيرمان شمل تحقيق دوري الأبطال والدوري الفرنسي، مبرزة أن هذا أول فوز مغربي بهذه الجائزة منذ مصطفى حجي عام 1998. وأضافت أن كلمات حكيمي المتواضعة والمعبرة أبرزت التزامه تجاه الشباب المغربي، موجها شكرا لكل من دعمه، معبرا عن عزمه على قيادة المنتخب المغربي لتحقيق النجاح في البطولات المقبلة، وما يعكس حرصه المستمر على كرة القدم والمجتمع الرياضي. ومن جهتها أشارت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إلى أن الفوز يمثل اعترافا دوليا بمستوى حكيمي، مذكرة بإسهاماته الكبيرة مع باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي، دوري أبطال أوروبا، كأس السوبر وكأس فرنسا، بالإضافة إلى وصوله لنهائي كأس العالم للأندية. وأكدت أن حكيمي أعرب عن فخره بتمثيل المغرب وإفريقيا، مشددا أن الدعم المستمر من المعالجين الفيزيائيين وزملائه كان عاملا رئيسيا لتجاوزه فترة الإصابة في الكحل، وما ساهم في استمراره على المستوى الاحترافي بأداء متميز. من جانب آخر، بالنسبة للصحيفة آسا الإسبانية، فقد أكدت أن حكيمي تفوق على أبرز المنافسين في التصويت بعد الموسم التاريخي مع باريس سان جيرمان، حيث توج بعدة ألقاب محلية وقارية. كما نقلت تهنئة صديقه وزميله السابق كيليان مبابي الذي وصفه بملك إفريقيا. وإلى إبراهيم دياز، بعد فترة من التكهنات حول مستقبل، تحدث المغربي إبراهيم دياز عن الوضع الحالي مع ريال مدريد، وكشف عن موقفه من جديد عقده في ظل مفاوضات الجارية بين الطرفين. ويملك اللاعب عقدا مع النادي الملكي ينتهي في 30 يونيو 2027، وتسعى إدارة ريال مدريد إلى تمديده لفترة أطول. وعلى الرغم من شائعات عدم رضاه الكامل عن وضعه داخل الفريق، أكد دياز أنه ملتزم تماما بالنادي الملكي وأن تجديد عقده قد يكون قريبا. وفي تصريحات عبر برنامج إسباني بعد العودة إلى مدريد عقب التوقف الدولي، قال دياز: عدت إلى ريال مدريد، أفضل نادي في العالم، دائما أرغب في البقاء هنا ومساعدة زملائي وبذل أفضل ما لدي. وأضاف أيضا: أنا قبل أي شيء أريد أن أتمكن من تقديم كل ما لدي في أفضل نادي في العالم. حضوري هنا مصدر فخر كبير، وسنرى ما سيحدث بشأن تجديد عقدي. من جانب آخر، انضم دياز إلى ريال مدريد في 2019 قادما من مانشستر سيتي مقابل 17 مليون يورو. وسبق من جانب آخر انضم دياز إلى ريال مدريد في 2019 قادما من مانشستر سيتي مقابل 17 مليون يورو. وسبق أن تمت إعارته إلى من الإيطالي مرتين قبل العودة للملكي في يونيو 2023. منذ عودته ينافس بقوة على مركزه في وسط الميدان، ساعيا لتثبيت حضوره في صفوف الفريق.